حادثة ممر دياتلوف، الموت في جبال الأورال. 9 طلاب دخلوا الغابة لتسلق جبل وسط الثلوج، وبعد أيام تم العثور على جثثهم مبعثرة بأوضاع غريبة وبدون أعين أو ألسنة، ولحد النهاردة ما حدش يعرف إيه اللي حصل. القصة: في فبراير سنة 1959 خرج 9 طلاب من معهد البوليتكنيك في الأورال برحلة تزلج إلى جبل أوتورتن شمال روسيا. كانوا رياضيين محترفين، والرحلة كانت عادية في البداية، لكن بعد أيام انقطع الاتصال بهم تماما. تم إرسال فرق إنقاذ، وبعد بحث طويل لقوا خيمتهم مقطوعة من الداخل، كأنهم هربوا منها مرعوبين في عز البرد القاتل بدون أحذية أو ملابس كافية. الأغرب إن الجثث كانت منتشرة على مسافات متفرقة، بعضهم مات بسبب البرد، لكن البعض الآخر عنده إصابات داخلية عنيفة، كأنهم تعرضوا لانفجار، واحدة منهم بدون لسان والثانية بدون عينين. لكن ما كانش فيه أي آثار لمعركة ولا وجود لأي شخص غريب في المنطقة. بدأت التفسيرات الغريبة تظهر، فيه اللي قال إنها تجربة عسكرية سوفيتية سرية، وفيه اللي قالوا انفجار نووي أو ظاهرة طبيعية مرعبة، وفيه اللي اتجه للخوارق وقالوا يمكن يكونوا شافوا شيء فوق قدرتهم. رغم التحقيقات، القضية أغلقت بدون تفسير رسمي مقنع. وفي 2020 أعيد فتح التحقيق، لكن برضه ما فيش إجابة نهائية. حادثة ممر دياتلوف لسه لغز حير العلماء، المحققين، وحتى الإنترنت. لو عايز تكتشف أكتر عن القصص الغامضة والاختفاءات الحقيقية، اشترك في القناة وفعل الجرس وسيب لنا تعليقك. قصتنا الجاية ممكن تكون أغرب بكتير.